اهلا بيكم وحلقه جديده والكره مع البوب. الكره مع البوب وحلقه النهارده ساخنه. اخيرا التوقف الدولي خلص، اخيرا هنرجع نتكلم تاني عن الماتشات والماتش اللي كل واحد مصري مستنيه. ماتش الاهلي، الماتش الفيصل، الماتش اللي هيأهلنا لربع النهائي. الماتش اتلعب، الاهلي خلص على الهلال 3، الاهلي دك الهلال 3 في مصر. الاهلي بيرجع لمكانته، مباراه فيها كتير، فيها تفاصيل كتير هنتكلم عنها بالتفصيل، وهنتكلم عن الايجابيات والسلبيات واللي منتظرينه من الاهلي في الفتره اللي جايه. بس لو لسه اول مره بتتابعني وبتشوفنا على اليوتيوب، اخبط اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وقول لي رايك في الحلقه. عشان ما نطولش عليكم ونبدا مباشره في اللقاء بدا بتشكيله 4 2 3 1. لعبنا ورا بربيعه وعبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، نص الملعب مروان والسوليه، وقدامهم قفشه. عندك بيرسي تاو و عبد القادر اللي هيشيلنا وهيموتنا كلنا، وقدامهم كهرباء. مباراة تبص عليها، تبص على التفاصيل. قفشه كان صانع العاب، ما كانش موفق، دي من وجهة نظري في الشوط الاول. عبد القادر ده اللي هنحكي عنه كتير، بس خلينا نحكي على الايجابيات الاول عشان ما يبقاش ايه كل فيديو بنطلع بسلبيات. كولر نرفع له القبعه في الماتش ده، يبين لك الراجل كسبان واحد وكسبان اتنين وتبديلاته كلها هجوميه، وتقريبا هم اخر تبديلين فقط اللي هو اليو ديانج، وما كانوش تبديلات دفاعيه. يعني ما غيرش في التشكيله، طلع فيرود ونزل اليو ديانج، او طلع فيرود ونزل خالد ورا. لا، ده طلع محمد هاني ونزل خالد، وطلع السوليه ونزل ديانج. مباراه هنتكلم عن تفاصيلها الدفاعيه. اكتر حاجه عجبتني من النادي الاهلي اخيرا الاهلي بشباك نظيفه في مباراه رامي ربيعه لعب فيها دور مهم خالص، دور رجولي. محمد هاني الى حد كبير كان موفق في المباراه، هي غلطه واحده بس، الكره اللي حب يلم اللعيب وبعدين سابها له، كانت هتبقى هجمه خطيره علينا. علي معلول مباراه في التوب النهارده. زي ما اللعيب بنيجي عليه وبنهاجمه، لا، لازم نقول اللي يقول عليه، مع العلم ان فريق الهلال ما هوش فريق كبير. فريق الهلال كان جاي المباراه عشان يتعادل، كان جاي المباراه عشان ما يخسرش، عشان كده خسر. دايما نقول ان الفريق اللي بيلعب على الفوز يتعادل، والفريق اللي يلعب على التعادل يخسر. فالهلال النهارده كان جاي اللي هو انا اخسر 2-1، اخسر 3-2، اكيد هجيب اجوان، الاهلي هيفتح، مش عارف ايه. الهدف اللي حطه كهربا، وكهربا هنحكي عليه فعلا الشمعه والنور اللي ملا الدنيا في الملعب هو كهربا الشوط الاول بالذات يعني. بص على المباراة، بص على تفاصيل المباراة. هنتكلم النهاردة دفاعيا، زي ما قلنا الأهلي دفاعيا كان إلى أبعد الحدود في مرحلة الامتياز. وجهة نظري الكرة كانت بتطلع صح من ورا، ودي أكتر حاجة كنت بحبها في المدرب. عدى تلت ساعة من المباراة، عدى 23 دقيقة قبل الهدف، ما تحسش الأهلي كان مستعجل. على العكس، حتى المذيع كان بيقول لك إن لعيبة الهلال هي اللي مستعجلة، هي اللي متوترة. الأهلي كان بيطلع بالكرة من ورا لقدام، ودي نقطة مهمة وإيجابية. دي اكتر نقطه كانت جماهير الاهلي بتنتقد فيها موسيماني. انا من عشاق موسيماني، كنت تتفق معايا او تختلف، انا شايف ان هو افضل مدرب جه الاهلي بعد جوزيه، بالارقام وبالحسابات وبالبطولات وبالدنيا دي كلها. لكن كولر بيخطو خطوه كبيره، بيدي ثقه لنفسه، بيدي ثقه للجماهير فيه كمان. ان ابتديت تشوف اداء الاهلي، ابتدى الاهلي يطلع كوره من ورا لقدام لنص الملعب، لكوره على الشمال، لكوره على اليمين. الاهلي ايه اللي كان يحتاجه الاهلي كمان؟ اللي كان يحتاجه تحس ان عندك مدير فني، ان اللي كانت عيوب الاهلي في الشوط الاول تخلصنا منها في الشوط الثاني، وهي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اللي هنحكي عنه دقيقتين ثلاثه هنقول. احمد عبد القادر عاوز اقول له نصيحه، وقلتها على صفحتي على الفيسبوك الكره مع البوب. كان في لعيب في الاهلي اسمه عفروتو ده الناس اللي تفتكره، يعني اللي بتشجع كوره مثلا من 10 سنين، كان طالع كده في نهايات ابو تريكه. عفروتو ده كان لعب ماتش في القمه وحط هدف. عفروتو ده كان لعيب، كان لعيب يعني، واحد على واحد، كان قصير كده وبيعدي يعني. وكان انا من وجهة نظري مهاريا كان ممكن يكون اعلى من عبد القادر كمان مهاريا. بس عفرته راح فين؟ ما كانش بيخدم المجموعه، كان لعيب بيخدم نفسه، كان لعيب فردي اكتر شويه. فعبد القادر النهارده حلو ان كولر يدعمك في المؤتمر ويقول لك ان انا اللي بقول له عد على واحد، واحد على واحد. لكن فكره ان كل كوره عاوز تعد واحد على واحد او ما بتخدمش المجموعه، في كور كتيره قوي احمد عبد القادر النهارده كان ممكن يخلصها ببصل معلول. بعد نزول حسين الشحات مكان عبد القادر، الجبهه دي اتغيرت. حسين الشحات حاطط هدفين من غير فلسفه. النقطه الثانيه في حسين الشحات، ودي الميزه اللي بتخليه من افضل الاجنحه، وانا اتكلمت عنه وارجع للفيديوهات وبصيت وقلت ان حسين الشحات في فتره التوب رغم حاله الوفاه، وبنعزيه في وفاه والده. بس حسين الشحات هو جناح في الفتره الحاليه في حاله توهج، هو جناح في الحاله الحاليه في فتره يعني نضج كروي. اللي هو انا الكره احط هدف عشان نخلص، ده رقم واحد. رقم اتنين، الكره معايا مش لازم الم واحد واثنين وثلاثه، هبص المعلول. كام كوره شفتوها لما نزل حسين الشحات بيطلع معلول وبيبصيله وما بيأننش؟ هي دي الفكره اللي بقى عاوز اقولها لعبد القادر، انك تخدم المجموعه. جماهير الاهلي تستحمل مره واثنين وثلاثه، بس خلي بالك لو كان الاهلي طلع النهارده كنت هتشيل الليله كلها، وانت مش قد شيله
ان الاهلي يطلع من افريقيا، دي وجهه نظري. ليه بقى؟ لان انت ما عندكش رصيد معانا. لما معلول يغلط ده راجل ليه رصيد، لما الشناوي يغلط ده راجل ليه رصيد، ليه بطولات، ليه مواقف، ليه حاجات عملها كتير. اما احمد عبد القادر انت لسه في بدايه مسيرتك. انت كنت مهدد الموسم اللي فات، الناس تفتكر الموسم اللي فات انك كنت ممكن تطلع من النادي الاهلي والنادي الاهلي خلاك تكمل. فما تضيعش الفرصه دي مره واثنين وثلاثه، لانك لو رحت نادي زي السموحه او زي نادي في متوسط الجدول كده مش هنسمع عنك تاني. هتبقى لعيب اللقطه، لعيب اللي بتعدي واحد على واحد. خليك فاهم ان انت في الاهلي، وتيشيرت الاهلي ده لازم يبقى غالي عليك، وعشان يبقى غالي عليك انك تجتهد على نفسك. تجتهد على نفسك انك تلعب للمجموع. فكره انك تلعب لنفسك انا شايفها ان هي بتضرك اكتر ما بتفيدك. حلو انك تعدي واحد على واحد بس في بعض المواقف، حلو انك تفنش كوره تبقى صعبه بس مش دايما، مش كل المواقف. لما الاقي ان 90% من الكور اللي بتوصل لك هي اصلا كور كانت الاصول تخلص ببصل علي معلول تفتح له، او تخلص الناحيه الثانيه، فدي مشكله بالنسبه لك كبيره خلاص لازم تراعي نفسك فيها. النقطة التانية اللي هتكلم عليها بإيجابية النهاردة هي عودة السولية في نص الملعب بعد إصابة طويلة، فرقت كتير في النادي الأهلي. تتفق أو تختلف معايا، السولية لعيب نص ملعب، لعيب نص ملعب يعني، لعيب يعرف يطلع الكرة من رجله صح. عشان كده هتلاقي الميس باص في النادي الاهلي النهارده ما كانش عليه، خصوصا تسلم العين اللي جابت مروان عطيه. مروان عطيه مان اوف ذا ماتش ده من وجهه نظري، بجانب كهربا وحسين الشحات. مروان عطيه يا راجل ما بتحسش ان في باص طالع من رجله غلط، بتحس انه لعيب. عارفين كان دايما يقول لك ايه اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب ده؟ انك الاصول قبل ما تباصي انك تعمل كده ايه، تبص شمال تبص يمين، ترفع عينك تشوف الاماكن اللي هو بتعمل سيرش. انا هبص شمال، هبص يمين، هبص لفين. فمروان عطيه من اللعيبه النادره في مصر اللي فعلا الكوره بيعرف يستلم صح، لعيب بيعرف يستلم، عنده اساسيات كوره حقيقيه. ده مش يفضل اساسي في النادي الاهلي، ده يفضل اساسي في المنتخب. انا برضو مش هطلع مروان عطيه يعني عارفين مش هزيط وامدح فيه وخلاص، لا الراجل مش ماتش واحد، الراجل ماتش واثنين وثلاثه. ولو تفتكروا ماتش سان داونز اللي اتلعب في مصر لما كان بيلعب نص ملعب، كان عمل ماتش تاريخي. بعدها ريحوا في ماتش سان داونز اللي اتلعب في سان داونز شلنا خمسه. مروان عطيه من الناس اللي بتطلع الكره من رجلها صح، وده مش موجود كتير في الكره المصريه، خصوصا في ظل تراجع اليو ديانج اللي انا شايفه ان لا في حاجه غريبه في ديانج. ديانج ما كانتش الميس باص عنده كده. ديانج ما كانش يقعد دكه لاي حد. لو تفتكروا في الفتره الحاليه ديانج بيقعد دكه لان مستواه متراجع لابعد الحدود. مروان عطيه مكسب كبير للنادي الاهلي، تسلم العين اللي اختارت مروان عطيه. فعلا لعيب هيفرق في نص الملعب، خصوصا مع تقدم العمر بالنسبه لعمرو السوليه. نص ملعب الاهلي في وجود مروان عطيه والسوليه مع قفشه خلى الميس باص تقريبا قليل. مشكله قفشه هظل اقولها للابد ان هو لعيب نص ملعب ممكن يكون حريف بس مش صانع العاب. انا بالنسبه لي قفشه ده يلعب يعني مركز غير مركز 10، يعني مركز صانع الالعاب ده ما يلعبوش قفشه. انا شايف ان قفشه يلعب 8 افضل، بيعرف يطلع الكره من رجله صح بس بطيء. انا نص الملعب بالنسبه لي انا بصراحه بعد ابو تريكه وصالح جمعه انا ما شفتش يعني لعيب ينفع يتقال عليه صانع العاب. يعني صالح جمعه تتفق تختلف معايا، لعيب يعني دماغه مهويه حبتين في الكوره، لكن لعيب ممكن كل كوره يوصلك انفراد. ما عندوش مشكله انك تلاقي في ماتش كده صالح جمعه عامل 7 8 سروهات. هو لعيب كده. ابو تريكه كده، ابو تريكه ما كانش اللعيب المهاري الخرافي. ابو تريكه مش شيكابالا في مهارته، بس ابو تريكه افضل لعيب جه مصر، خدم الكره المصريه وخدم النادي الاهلي. لعيب جماعي لابعد الحدود، تحس انه كده بيديك بصه روح، بصه مرتاح. فنص الملعب كان مظبوط لان الثلاثي ده ثلاثي بيعرف يلعب كوره، دي من وجهه نظري. تيجي نيجي بقى لقدام النهارده في الخطه بتاعتنا كانت ناجحه لابعد الحدود، لان اول مره احس ان بيرسي تاو محترف معانا. يعني بيرسي تاو من احلى المباريات اللي لعبها، تتفق تختلف. انا قلت ما زلت اقول ان هو مش على مستوى النادي الاهلي. لو لعب بالاداء ده وكمل بالاداء ده امين مفيش مشاكل، هو ده الاداء اللي احنا عاوزينه من لعيب محترف، انك تديني ثرو وسط خمس لعيبه تخلص مباراه. انا جايبك عشان تديني ثرو زي كده، مش انا جايبك عشان اسقف لك عشان الثرو اللي انت عملته. ولا لازم اسقف لك لان الكوره حلوه؟ بس هي الفكره ان ده الطبيعي اللي انا مستنيه منك، انت اعلى من اي لعيب عندي، فده الطبيعي انك تعمله، انك تعمل ثرو بالحلاوه دي، نرفع لك القبعه ونقول لك شابوه على اللعب وعلى الاداء اللي لعبته. هجوميا الاهلي في وجود بيرسي تاو كانت في جبهه محترمه. الناحيه الثانيه كانت جبهه انا حكيت عنه عبد القادر لازم يغير من نفسه كتير. دي كانت مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول، وهي عبد القادر اللي كانت كل الكور بتوصل له وبتتقطع. الشوط الثاني مع نزول حسين الشحات لقيت ان الاهلي ليه شكل هجومي، لقيت ان الاهلي تاثيره الهجومي اعلى. كهربا كان بيلعب لوحده الشوط الاول. كهربا لازم نقول عنه كلمه على السريع، كهربا تدفع له الغرامه حتى لو هتدفعها من النادي الاهلي بالكامل كانك اشتريت لعيب ب 5 مليون دولار. كهربا الجون الاول اللي حطه ده تحس انك بتتفرج على ميسي، على رونالدو، على ظاهره. لا كوره، لا كوره حلوه 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 حلوه، كوره ما تعودناش عليها من لعيب دوري مصري.
كرة ما تعودناش عليها اصلا في الدوري المصري، الاستلام هي وعلى الطايره وبتلم لعيب وبتركن كمان لوب، لا كور كور الزمن الجميل. فكهربا يثبت النهارده وياكد ليك ان هو لا يلعب على محمد شريف في الفتره الحاليه، يلعب على اي حد. يعجبني كمان في كهربا ان هو اصلا جناح مش فروت. فالوعيد انا فهمت دلوقتي ليه هو كهربا لان كهربا ما بيقعدش في مكان، كهربا ما بيثبتش في نقطه، كهربا بيتحرك في كل الاتجاهات. مباراه عشان ما نطولش عليكم، انا عارفكم ما بتحبوش الفيديوهات الطويله. مباراه دفاعيا كانت 10 على 10 بالنسبه لي. نص الملعب في خروج قفشه، لما خرج قفشه وجيت نزلت كمان معاه حسين الشحات، الموضوع فرق معاك لابعد الحدود. فرق معاك لابعد الحدود لاسباب كتيره خالص. زي ما قلت لك، الايجابيه بقت اعلى، التامين بقى اعلى. نرفع القبعه لكولر في مباراه النهارده، مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى. زي ما انتقدته، زي ما ابتدى يتكلم ويقول ان انا كنت محتاج فراوده تخلص، وانا معاه في النقطه دي ان هو فعلا الاهلي محتاج فراوده تخلص في المباراه عشان هتفرق معانا كتير. احنا جاتنا اربع خمس فرص كهربا حط منها كره، واصعب كره حطها كهربا. لكن هو بيتكلم لو انا عندي فيرود يحط من الاربعه ثلاثه، كان زمان الاهلي في اول ربع ساعه شايل الهلال ثلاثه. اخر حاجه هتكلم عنها، الهلال. الهلال زعيم افريقيا في الهلال اللي ما خدش ولا بطوله افريقيه. انا مش بتكلم ولا بذل ولا اقول الهلال، بس ليه الشحن الجمهور؟ ليه وصلتوا المباراه ان هي دخلت في اطار حاجه تاني؟ عارفين انا سمعت جمله زمان ما زلت يعني الجمله دي معلمه في مخي رغم ان ليها سنين سمعتها. العرب اتفقوا الا يتفقوا. يعني انت دايما تحس ان الكره والعدوانيه والشر والمشاكل والحوارات كلها بتيجي في ماتشات عربيه خالصه. يعني الاهلي والسودان، مصر والسودان، مصر والجزائر، مصر والمغرب. يا جدعان احنا متطورين لابعد الحدود في المنطقه الافريقيه كواجهه عربيه. فبلاش نوصل مباراه كره قدم مش مستاهله لمعارك وخناقات بين شعوب. بلاش المباراه اللي حصلت ما بين الشعب المصري والجزائري، والمباراه الشهيره اللي احنا لعبناها في السودان وحصل عليها حوارات وكنا بنكره بعض بسبب مباراه في الاول وفي الاخر دي مباراه كوره، ده استمتاع فن. يعني انت راجل دلوقتي بتحضر مباراه لاجل الاستمتاع. بلاش بقى الشحن وان احنا جايين ومش جايين والحوارات اللي عملتوها. الهلال خد ثلاثه في الاخر. الهلال ده مستواه عشان تبقى فاهم. اطهر الطاهر، يعني انا يعني هو ضيع التاهل في المباراه اللي فاتت. ربنا يستر على اللعيب ده اصلا في السودان حاليا، اللي هو صرح وقال ان انا اتلقيت تهديدات بالقتل والدنيا دي كلها لعيلتي. يا جدعان دي كوره، في الاول وفي الاخر دي كوره. انا سعيد لكون ان الاهلي اتاهل، لكون ان فريق اتاهل، لكون ان فريق وصل لربع النهائي. بس انت كهلال ما تنساش في الاول وفي الاخر دي مباراه كوره. النقطه الثانيه، ما تنساش انت وبتلاعب الفريق المنافس لو هو فريق يستحق الاحترام تديله شويه احترام. ما هواش رزع وكلام وخلاص. ما هواش فكره ان انا السودان وانا الهلال وانا مش عارف كبير ايه. انت كبير ايه؟ انت مش كبير حاجه. والاهلي على فكره كبير افريقيا في كره القدم، بس في الاول والاخر ده تحت اطار الرياضه. ان طلع بره الرياضه يبقى كده عليه العوض. مش هتكلم كتير بقى، خلصنا الفيديو على السريع. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك كانت خطه موفقه من البدايه. نص ملعب كان محكم بمروان والسوليه وقفشه. هجوميا توب لكهربا وبيرس تاو وحسين الشحات. عبد القادر شل كل الجماهير، خد دعاوي كتير. انا من وجهه نظري يعالج نفسه ويراجع نفسه بدل ما يخسر مكانته في النادي الاهلي وهيندم كتير. لو لسه اول مره بتتابعني، اخبط اللايك والسبسكرايب وقول لي كمان النقاط اللي عجبتك في المباراه وقول لي رايك في الفيديو. شكرا ليك على المتابعه.